عبد الله بالرباط وجمعت نادي الجيش الملكي بضيفه المغرب الفاسي. الشغب كان مسرحه الميدان والمدرجات ومختلف مرافق الملعب، وامتد بعد ذلك ليصل إلى الشوارع المحاذية للملعب، ما نشر حالة من الفوضى والرعب. المديرية العامة للأمن الوطني ذكرت في بلاغ لها أن العمليات الأمنية التي باشرتها ولاية أمن الرباط على خلفية أعمال الشغب التي عقبت المباراة أسفرت عن ضبط 160 شخصا، من بينهم 90 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الشغب المرتبطة بالرياضة وحيازة أسلحة بيضاء والسكر العلني البين والتراشق بالحجارة المقرون بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وعامة وإضرام النار عمدا في مركبة. كما أضاف البلاغ أن المتورطين في أعمال الشغب تسببوا في إصابة 85 شرطيا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم 63 مصابا تم نقلهم للمستشفى الجامعي ابن سيناء، و14 مصابا تم الاحتفاظ بهم بمستشفى التخصصات، و8 مصابين تم نقلهم للمستشفى العسكري بالرباط. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب باسمكم مشاهدينا الكرام بضيف التحرير لهذا اليوم الزميل الصحفي حمزة شتيوي. حمزة، أهلا ومرحبا بك. مرحبا زميلي العزيز نوفل، مرحبا مشاهدينا الكرام وشكرا جزيلا على الدعوة. أهلا ومرحبا بك. إذا آفة الشغب تعود من جديد، لم يكن أحد يتوقع ذلك بكل صراحة، خاصة أن عامين من الغياب بالنسبة للجماهير الوطنية، تحديدا منذ شهر مارس 2020، أي ظهور أول حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وصولا إلى الأيام القليلة الماضية التي تم فيها الإفراج عن عشاق الكرة الوطنية للعودة لممارسة الاحتفاليات التي يقدمونها بجمالية، بخلق، بإبداع على المدرجات. فلا أحد كان يتوقع أن تكون مباراة في 16 نهائي كأس العرش بين ناديين، ربما لا أعتقد أن هناك حزازات جديدة نظرا لغياب الجماهير كما قلنا لسنتين، لنرى هذا المشهد الذي نشاهد منه بعض الصور الآن، يعني ولوج للميدان، تكسير للممتلكات، مواجهات مع رجال الأمن. الصورة أكيد تابعتها يوم أمس بوسائل الإعلام، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد عزيزي نوفل، الصورة كما يقال أبلغ من أي تعليق. بالأمس جماهير الجيش الملكي وربما الأحداث التي رافقت أو تلت مباراة الجيش والماس سوقت صورة سيئة وسيئة جدا عن الكرة الوطنية. للأسف طال الانتظار، طال الشوق، الجماهير المغربية كانت تطالب بأن تعود إلى الملاعب. تقريبا سنتين من الغياب عن المدرجات والعودة كانت بطريقة سيئة وسيئة جدا. أعتقد على أن الصور توضح كل شيء، كسر، تخريب، مواجهات، اصطدامات، كذلك مهاجمة رجال الأمن بطريقة ربما مقززة إن صح التعبير، أشياء أعتقد على أنها كانت بالأمس القريب كانت غريبة عن المجتمع المغربي، شئنا أم أبينا. لكن اليوم صارت حالة العود دائما، يتكرر المشهد بين الفينة والأخرى. أحيانا نعيش فترة جيدة من الجماهير المغربية التي لها من الإيجابيات الشيء الكثير. لماذا لا يعني في مباراة الدفاع الحسني الجديد في البطولة الوطنية، يعني كانت هي المباراة الأولى التي عادت فيها الجماهير بالنسبة لعشاق النادي العسكري، كانت هناك لوحات فنية جميلة جدا واحتفالية أكثر من رائعة، وحتى المسار الذي يسير به النادي يعني خلافا للمواسم الماضية، اليوم مسار جيد، شئنا أم أبينا. دائما يكون ما بين الكبار. إقصاء من أحد أدوار كأس العرش ليس بنهاية المشوار بالنسبة للأنصار، بل بالعكس، يعني هناك مسابقات أخرى قد يعودون لدور الأبطال، فلا نجد مبررات للشغب من خلال النتائج المحققة، ولكن لا نعمم أيضا على أنها مثلا ظاهرة رباطية أو كازاوية. هي ظاهرة مغربية بامتياز، أصبحت للأسف لدينا ثقافة الشغب. فما هي المسببات التي قد تؤدي بنا إلى مثل هذه المظاهر؟ أعتقد عزيزي نوفل أنه بكل صراحة، وهذا يعلمه الجميع وخصوصا المقربين من الملاعب، أنه هناك فئة تحدث الشغب وتساهم في الشغب بشكل كبير، لا حاجة لها بنتيجة المباراة. أقولها بصريح العبارة، تجد هناك فئة تناصر فريق وتشجع فريق، لكن لا حاجة لها بنتيجة المباراة. نتيجة المباراة أعتقد ليست هي السبب المباشر فيما شاهدناه. هناك فئة من الجماهير، خاصة من القاصرين الذين يأتون إلى الملاعب ربما في حالة سكر، ربما تحت تأثير المخدرات. هناك استعداد للشغب، أقول هناك استعداد للشغب، لأن من يقوم بهذا التخريب وبهذا التكسير وبهذا الهجوم على رجال الأمن وعلى الجماهير الأخرى، وعنده استعداد أن يفعل أشياء ربما أقولها بين قوسين تستحي أن تفعلها الوحوش الضارية ببعضها في عالم الغابات والمحيطات. أبدا ليست نتيجة المباراة هي الدافع، الدافع هو أكبر من نتيجة المباراة. أعتقد على أنه هناك أشياء كثيرة تتداخل في بعضها،
منها أشياء اجتماعية، ربما أشياء في منظومة التعليم، كذلك تربية هذا الجيل. هذا الكبت الذي يمارسه بعض الشباب لا يجدون له مكانا سوى الملعب الذي يعتبر مسرح وليس ملعب، أصبح ساحة للحرب بالنسبة لبعض الجماهير الذي قلت قبل بداية المباراة عندهم استعداد، خاصة أقول بين قوسين من مواقع التواصل الاجتماعي. سنعود لها والرسائل التي تكون هنا وهناك ودور السلطات في ذلك إن وضعناها في إطار التحريض على العنف. ولكن قبل ذلك يعني احنا كنشوف الصور نفسيا. المشجع الذي يقوم برشق رجال الأمن بالحجارة أو المواجهة معهم بالعصي، يعني بكل صراحة نقولها، هذا المشجع يكون شاف بوليسي في الدرب في الحومة غادي يمشي يتخبع أكيد، خوفا أولا واحتراما لهيبة هذا الرجل، رجل الأمن. حين ينصهر في المجموعة كيولي فان دام، كيولي زعما ما شاء الله قوي، قادر على مواجهة الجميع، يقدر يضرب صحفي في طريقه، يقدر يضرب رجل أمن، يقدر في حد ذاته كبت. يعني الآن هذه الأمور قد نعتقد أنها تدخل في إطار ما هو نفسي، يعني نفسيا تتحول شخصية ذلك المشجع. ولكن أنا أقول أن من خلال الملاحظة والمراقبة المستمرة التخلف والإبداع لا يلتقيان. كيف لي أن وإن قلنا قاصرين، يعني بلاغ المدير العام للأمن الوطني ولاية أمن الرباط واضح، 90 قاصر كان من أصل 160 معتقل، ولكن كيف يمكن للتخلف والجمال، للقبح والجمال أن يلتقيان في مشهد واحد؟ يعني ذات المشجعين هم الذين أطلقنا عليهم لفظ المبتدأ ومن حاول مجاراتهم الخبر في المدرجات المغربية، من يصنعون الفرجة والمتعة، مباريات الأندية والمنتخبات الوطنية. أكيد. كيفاش كيتجمع هذا الشيء؟ شنو هي النفسية اللي عند هاد الناس؟ أعتقد لدينا أكثر من فئة في الجماهير المغربية بكل صراحة. لدينا الفئة التي تبدع وتمتع وتساند الفريق يعني مساندة لا مشروطة، لا تهمها حتى هزيمة أنديتها. وعندما وهذه لدينا يعني الإلترات، لا ينكر أحد الإلترات ما قدمته الإلترات للملاعب المغربية. شاهدنا أن الجماهير المغربية باتت تصنف على رأس الهرم حتى على المستوى العالمي. شاهدنا جماهير الرجاء، الوداد، الجيش، الماس، طنجة، كلها جماهير مغربية تبدع. لكن لا يجب أن ننكر على أنه بين هذه الجماهير هناك فئة ربما ضالة. فئة ضالة أكيد، وتأتي للملعب من أجل التخريب، من أجل التكسير، من أجل تتغذى على هذه الأمور. وبلاغ المديرية ربما الرقبة الذي ذكره بالنسبة للقاصرين فقط الذين تم ضبطهم. نعم. لكن الذين لم يتم ضبطهم هم أعداد كبيرة جدا. ولكن طيب، حصل العنف داخل الميدان، ما الذي أخرجه إلى خارج الملعب؟ يعني هل أصبحت موضة يعني أنه تخرج تعرض الحافلات الماشية في طريق السيارة على مقربة من الملعب؟ طيب ماذا لو كنا على غرار سانتياغو برنابيو مثلا، ملعب في وسط المدينة؟ ماذا لو كان لدينا ملعب بالكامب نو، ملعب في وسط مدينة برشلونة يؤدي إلى أحياء كثيرة من الرامبلا وصولا إلى البورتو أولمبيكو، إلى أحياء كثيرة في برشلونة ترتبط مساراتها الطرقية من خلال ملعب الكامب نو. غنكون في مشكل. حتى هناك شاهد على ذلك لكي لا نحصر الحديث بما أننا نتحدث عن الشغب عن ما حدث في مباراة الماس والجيش الملكي. يعني المحلات بالقرب من ملعب محمد الخامس التجارية تغلق أبوابها أيام المباريات قبل المباراة بساعات وساعات باش نكونوا واضحين يعني. ولكن حين أشاهد ملاعب عالمية يشاهدهم المغاربة ويتغنون بالريال والبارسا ومانشستر وتشيلسي وميلان ويوفنتوس وغيرها من الأندية ويعشقون كرتهم ومشجعيهم أرى بأننا لا نشبههم في مثل هذه الأمور. وبالأمس حرقت مركبة، ضربت حافلات في الطريق السيار وأصاب الناس الهلع والخوف، وخربت مركبات أكيد. فلماذا تنتقل بعنفك من ملعب إلى طريق سيار؟ اليوم السؤال الذي يطرح، هل المقاربة الأمنية وحدها كافية أم أن لا بد من توظيف بعض المقاربات الأخرى منها ما هو اجتماعي، ما هو اقتصادي، ما هو إعلامي أيضا؟ أكيد هي المقاربة الأمنية. أولا أمرر رسالة للجماهير التي تتابعنا وكذلك المشاهدين الكرام ولكل أبناء هذا الوطن الجميل. أقول ذلك رجل الأمن أو القوات المساعدة والدرك الملكي هم حماة الوطن، هم عين الوطن التي لا تنام. فيجب أن تكون دائما تلك الصورة أن نحافظ عليها، لأن المشهد الذي شاهدناه بالأمس يسيء كثيرا لأخلاق المغاربة. أقول فأعتقد على أن المسؤولية باتت مشتركة عزيزي نوفل، والأساس في هذا المشكل هو التربية، وسنعود بذلك لمشكلة التعليم والتربية وكذلك نشأة ذلك الشاب. لأنه صدقني أنه عدد من الذين يخربون ويكسرون ولديهم استعداد للقيام بمثل هكذا أعمال وهكذا أفعال أكيد
لا أريد أن أقول ليس لهم دور، يعني يشعر وكأنه ليس لديه دور، لا هو في التعليم ولا هو لديه الشغل ولا هو لديه أهداف في الحياة، يرى وكأن ربما يرى الظلام أمامه. فعدد منهم يخرج ذلك الكبت في المدرجات، وعدد منهم كما قلت بداية يجد تلك المجموعة التي لو كان وحده كما قلت في بداية الحلقة أكيد لو شاهد رجل الأمن سيترك الحي ولن يقدر على مواجهة رجل الأمن. لكن عندما يتعلق الأمر بالمجموعة يخرج ذلك الكبت. صحيح. الذي يعيدنا إلى أنه علينا إنشاء جيل من أجل أن نشاهد سنوات ضوئية في المستقبل. وفيهم أيضا من يكون في حالة اللاوعي، والدليل أيضا ذات البلاغ الذي أكد أن هناك في حالة سكر بين، وأن منهم من كان يعني متعاطي لحبوب الهلوسة وغيرها. ولكن قلنا أن العنف لم تعد رقعته فقط المدرجات والميدان، وإن كان كل المباريات أو جلها نتابع فيها عنف لفظي، هذا أصبح مباح يعني. مع العلم أن مدرجات الملاعب الوطنية أصبحت تستقطب الإناث، هناك أمهات، هناك يعني حتى أشهر مشجعة في الجديدة يعني تبلغ من العمر عاتية ربما 70 عام، الحاجة اللي كتشجع في الجديدة، الحاجة اللي كتشجع في الجيش الملكي، هناك مع الرجاء مع الوداد في طنجة، هناك نساء، هناك طلاب وطالبات مدارس ومعاهد وجامعات عادوا ليرتادوا الملاعب من جديد. أصبحت لدينا حلة جديدة. حتى المرفق اللي كنشوفوه اليوم مركب الأمير مولاي عبد الله الذي بدأت فيه الإصلاحات قبل الموندياليتو، إن كنت تتذكر حمزة، وكيف المقاعد ما شاء الله بالراية الوطنية بالنجمة الخضراء، يعني تحفة معمارية لابد أن نحافظ على جمالها لا أن نسيء لها ونقوم بتحطيمها. ما فهمتش أنا مشجع مشلت الشباك ديال المرمى كيشرك ديك الشباك، اش درت لك؟ هذه ظاهرة لازمها تحليل يعني أكيد. بالفعل. وهنا ربما أعود، قلنا المقاربة الأمنية أمر هام جدا صحيح، وهناك وحدتي أمن الرباط والدار البيضاء ومديرية أمن رياضي خاصة داخل المديرية العامة للأمن الوطني، الشيء بالشيء يذكر، هذا أمر جميل أكيد. ونظمنا أحداث بسم الله ما شاء الله، نحن قبلة للكرة الأفريقية، للمنتخبات الأفريقية التي تقيم عندنا المعسكرات ومباريات ودية ومباريات رسمية، وأندية عالمية تأتي وتخوض منافسات الموندياليتو وغيرها، ومباريات ودية يحضر فيها برشلونة يتم إنجاحها يعني أمنيا، على أعلى مستوى، على أعلى مستوى ب 70 و80 ألف مناصر. لكن لدي ملاحظة بسيطة، هل نتوفر على محاضر التحقيق التي يتم عملها مع هؤلاء ممن يلقى القبض عليهم لنتعرف عن نوع الإجابات التي يقدموا؟ أعتقد أنها هامة وهامة جدا في التحليل النفسي وأيضا في البناء عليها من أجل محاورة هؤلاء والاقتراب منهم. أكيد نحن في حاجة أكيد لمثل هذه المحاضر، لأنه أقوال ذلك المعتدي أو كذلك الدفعات التي جعلته يقوم بمثل هكذا أفعال، أنه تجد واحد يمزق الشباك، يخرب، يضرب، الأعمال امتدت إلى خارج الملعب، فأكيد ستحلل نفسيا ذلك المعتدي. لماذا؟ هذا هو السؤال، لماذا تعتدي؟ كما قلت بداية، المباراة دور المشجع، جاء ليناصر فريقه في الدقيقة 90، انتهى دوره في الملعب، عليه أن يغادر الملعب. بعد ذلك ربما يبدأ في التخريب وفي التكسير وفي هذا. فهذه الفئة كما قلت بداية عندها استعداد. فمن أين جاء هذا الاستعداد للتخريب؟ من أين جاء هذا الاستعداد ليخرج من بيته ويتوجه مباشرة إلى الملعب؟ وهناك من يتوجه إلى الملعب بدون تذكرة، بدون ولا درهم واحد. فهذا أكيد عنده استعداد ليأتي بالمال، وربما يأتي بهذه التذكرة بطريقة أو بأخرى غير قانونية. فأعتقد على أنه مثل هكذا محاضر يجب أن يفتح فيها تحقيق، ويجب أن تكون هناك مقاربة اجتماعية، لأنه شئنا أم أبينا هؤلاء المعتدين هم أبناء هذا الوطن أكيد. يجب أن نقدم لهم كذلك، هم نتاج مجتمع، نتاج وضعية اقتصادية، نتاج وضعية سياسية، لا ننكر ذلك. يعني اليوم المغرب فيه العلماء، فيه المتألقين دراسيا، فيه، ولكن كأي مجتمع إنساني آخر لدينا من لا زال يتملكه الجهل. وهناك المندوبية السامية للتخطيط أعطت أرقام للأسف صادمة وصادمة جدا حول جزء وهام من المجتمع، خاصة فئة الشباب الذين في حالة ركود، لا يمارسون أو يساهمون في نشاط أدبي أو ثقافي أو اقتصادي أو سياسي أو رياضي. وهؤلاء نتساءل، هل وصل لهم السياسي؟ هل وصل لهم المربي من يعلم في المدرسة؟ هل وصل لهم إمام المسجد في الحارة أو في الحومة أو في الدرب بأن يقدم لهم رسائل أكيد. أن يقول لهم مثلا إيذاء الغير محرم شرعا، أنتم أبناء أمة واحدة، أنتم أشقاء، الأجنبي إن جاء فهو ضيف، عليك واجب الكرم وتقديم صورة جميلة، أنت تخدش صورة بلدك التي تبنى على سنوات. أذهب للمقاربة الإعلامية. نحن أيضا نلام ولدينا ذنب كبير جدا كوسائل الإعلام. نحن مناسباتيين، نتحدث عن الشغب حين تكون مناسبة، ليست هناك يعني على الأقل يعني مسلسل دائم للتعريف بأهمية نشر الروح الرياضية، مبادئ السامية للرياضة، نقل جمالية، تنقل الجماهير إلى غير ذلك. ولكن هناك إعلام موازي ووسائل التواصل الاجتماعي. ألا يفرض
أو ألا يجب أن يفرض رقابة على الرسائل التي تحرض على العنف وتحث عليه من طرف الجماهير؟ أكيد نقطة جوهرية عزيزي نوفل. أعتقد على أنه مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد حتى قبل هذه الأحداث بمجرد أن تطلع على برمجة على الجماهير كيف تكتب، على مجموعات كيف تكتب، ستكتشف على أنه هناك خلايا من الجماهير، هناك خلايا تنقل رسائل فيها الكثير من الحقد وفيها الكثير من الكراهية عوض أن تنشر رسائل الحب ورسائل الترحاب. جمهور طنجة يذهب إلى فاس ليكتشف العاصمة العلمية، جمهور فاس يذهب إلى طنجة ليكتشف عروس الشمال، ويكون هناك ترحيب ويكون الإبداع والإمتاع وكذلك المنافسة تكون شريفة في المدرجات من خلال الأهازيج والتفوهات والطلعات التي عاهدناها في الجماهير. هذا أقول على أنه مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في السنوات الأخيرة تسببت بشكل كبير وتحتاج إلى رقابة صارمة وصارمة جدا من أجل تحديد يعني وتشخيص. هناك جريمة إلكترونية في القانون، كاين الجريمة الإلكترونية مجرد منشور يحرض على العنف مولاه يمشي يتحاكم. أكيد فيها تشريحات. وقبل فترة يجب أن يكون بشكل يومي وبشكل دوري قبل أن تحدث الكارثة حتى نشخص هؤلاء الجماهير التي لديها استعداد بأن تكسر وتخرب، وأحيانا شاهدنا على أن أرواح سقطت، أمهات مكلومات من زمان. أكيد على أن هذه الصورة لا يستحقها المغرب في سنة 22 خاصة وأن هناك مجهودات كبيرة. تحدثنا عن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، أغلق لفترة طويلة، هناك مجهودات من أجل يعني ترميم هذا الملعب وإضافة منشآت رياضية أخرى. أنت تعيق. كم عانى نادي الجيش الملكي وهو يلعب تارة في ملعب الفتح وتارة في ملعب استاد ماروكان أو في ملاعب أخرى داخل العاصمة الرباط؟ لهذا هناك كما قلت بداية، سنعود للنقطة اللي قلت على أنه هناك جماهير، صدقني عزيزي نوفل أنه هناك جماهير تتواجد في الملعب وقد تنتهي المباراة ولا تعرف من كان يلعب، لا تعرف الفريق الذي كان يواجه فريقه. لدينا هذا النوع من الجماهير جاي فقط للملعب من أجل إزهاء وينشط وينسي الجو، أو ربما يرتكب أشياء مع المجموعة كما تفضلت بداية لا يقدر على أن يرتكبها عندما يكون لوحده. فلهذا أقول على أنه دق ناقوس الخطر ويجب أن لا نكون لحظيين. أنا أقول وأسطر على هذه الكلمة، اليوم حدث الشغب، يجب فتح تحقيق ويجب تغيير طريقة التعامل مع هذا الملف بشكل دائم. لأنه اليوم لو تحدثنا على الشغب الذي شهده المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط سنتحدث عنه لأيام أو لأسبوع أو لشهر وانتهى الموضوع، وسيعود بعد سنة أكيد، لأنه لدينا حالة العود. الجماهير ساهمت في الشغب وعوقبت ولكنها كررت. وسأعود إلى نقطة جوهرية ذكرتها عزيزي نوفل، أين المقاربة الاجتماعية؟ أين النبض أو جس الحياة الجديدة في شرايين هؤلاء الفئة ربما التي ترى على أنه فئة راكدة، لا هي يعني تستكمل تعليمها، لا هي لديها عمل ولا هي لديها أهداف، وربما تعيش فقر كبير جدا. فلهذا هنا الرسالة للسياسيين، هل وصلوا فعلا لهذه الفئة التي ربما كانوا يستنجدون بأصواتها في فترة من الفترات وإن كانوا هم حطب الانتخابات في كثير من الأحيان؟ هل هناك دور الشباب دور الشباب اللي عشتها أنا في التسعينات لا أجدها اليوم في الألفية، لا أجدها اليوم في كنا كنديروا تورنوات ديال رمضان وكنا كنديروا مسرحيات ومساهمات في مسابقات ثقافية على مستوى العالم. كيف تجدها اليوم مقارنة بالأمس؟ الآن عبارة عن جدران بالية لا أكثر ولا أقل. فهذا كذلك يتحملون المسؤولية في عدم تأطير هؤلاء الشباب، لأنه يجب أن تكون مقاربة يعني على المستوى المحلي، على مستوى الجماعات، على مستوى كذلك دور الشباب، على مستوى المؤسسات، من أجل ضخ دماء جديدة في شرايين هؤلاء الشباب الراكد، لأنه إن تركناهم بهذه الطريقة فأكيد سيتم قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت. وكان من بين الملاحظات التي يتم الحديث عنها أنه اليوم إن طالبتني بتشريع حضاري عليك أن توفر لي مرافق حضارية، أن يكون هناك منشآت معمارية في المستوى العال. فيما يخص المنشآت الرياضية عندنا لا نوفيل جينيراسيون تبارك الله، ملاعب من الطراز العالي في مراكش، في أكادير، في طنجة، في الرباط. هذا المركب ما أجمله بالمقاعد دياله، بالمداخل دياله، بالبوابات، بالمرافق المحيطة، بالقاعة المغطاة. هذا مركب رياضي كامل شامل، وجاء في منطقة رياضية معهد مولاي رشيد بمحاذاته للألعاب القوى، يعني منطقة ما شاء الله ممتازة. وسائل النقل تصل بطريقة أو بأخرى، بعيد عن ضوضاء المدينة. ربما هناك ملاعب من الطراز العالي، يعني ما بقاش ذاك العذر انه وانا كتخليني نجي تلفراجه ما كنتفرج على خاطري حتى كرسي مقاد ما كاين، ومقاعد باجمل الالوان هنا وهناك في كل المدن المغربيه أكيد. تقريبا أكيد. وما ننساوش كان صرف مبالغ ماليه طائله على المنشات الرياضيه، درنا ملاعب القرب بشكل مجاني، يعني مشيت تلعب الكره الى غير ذلك. ولكن هذا يؤدي بنا الى مكان اخر، ربما انه وان تغير الشكل لكن عليك أن تدخل إلى عمق هؤلاء، الطريقة المثلى لكي نصل إليها.
تأطيرهم والحرص عليهم والسهر عليهم بشكل دائم. هذا ما قلناه فعلا كما قلت نوفل، على أنه هناك تطور كبير على مستوى البنى التحتية سواء الملاعب الكبيرة أو ملاعب القرب، لكن هؤلاء الشباب هناك من يجب أن يكون قريب منهم ويجس نبض هؤلاء الشباب ويكون يسهر عليهم ويعلم على أنه في المنطقة الفلانية وفي المنطقة الفلانية هناك ركود، لا دور الشباب مفتوحة، لا ملاعب القرب يعني يتم يعني ترخيصها لهؤلاء الشباب بطريقة أو بأخرى، وإدماج هؤلاء الشباب ربما الذي وصفتهم بخير وصفة، وهم شباب راكد لا نشاط له في المجتمع المغربي، من أجل أن تعيده للحياة، لأنه الشخص يرى حياته على أنه ربما زائد ناقص، فأكيد قد يقوم بأي شيء في الملاعب أو في غير الملاعب. في دقيقة، العقوبات التي تفرض حرمان من الجماهير لهذا النادي أو ذاك، 3 4 مباريات، مباراتين، مباراة واحدة، غرامة مالية 30 70 100 ألف درهم، تكفل بالخسائر المادية التي تكون في الميدان وإلى آخره، لا تجدي نفعا، ما يخلصهاش تشكل رادعا لهؤلاء. هناك اقتراحات من بين ما طرح من ندوات الشغاب، هناك من قال لابد من خصم نقاط الفريق الذي يمارس جمهوره الشغاب، وإذا كانت حالة عود أن يهبط إلى قسم أدنى. أكيد. تتفق مع هذا الطرح كعقوبة؟ أعتقد لا، أنا لا أتفق، لأنه العقوبة يجب لأن النادي ليس النادي هو بدوره يتبرأ من بعض المحسوبين على جماهيره. نعم. فأنا أقول من سلم العقوبة أساء الأدب. يعني هؤلاء الجماهير التي تقوم بمثل هكذا أعمال ويتم ضبطها يجب أن الضرب بيد من حديد عليها، يجب أن تكون عقوبات في قيمة ما ارتكبته في حق ممتلكات الدولة، من أجل ردعها وإعطائها يعني وجعلها كمثال للجماهير البقية. أما معاقبة نادي، فبالله عليك عزيزي نوفل، من يرتكب هذه الأمور هل يهمه ناديه؟ لو يهمه ناديه ما كان لينزل للملعب، لو يهمه ناديه ما كان ليخرب الملعب الذي يستقبل فيه ناديه المباريات والملعب وسيغلق لأسابيع. أكيد لا يهمه النادي، حتى لو عوقب النادي بالنزول إلى قسم الهوات. أعتقد أن العقوبات يجب أن تكون مباشرة على من أساء الأدب. شكرا لك زميلي وصديقي حمزة شتيب الصحفي في موقع هسبريس على كل هذه التوضيحات، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. الشكر لك عزيزي نوفل، والشكر موصول كذلك المشاهدين الكرام. ونتمنى أن لا نعود لهذا الموضوع مرة أخرى، وإن عدنا له نكون فقط من سبيل تقديم التوعية وتوضيح بعض الأمور، ولكن للأسف الأحداث التي تقع من وقت لآخر من هنا وهناك، خاصة في وقت لم يكن يعني يستحق أن يصل فيه الأمر إلى ما وصل إليه بعد غياب دام لسنتين كما قلنا للجماهير عن المدرجات. كنا نتمنى أن نشاهد احتفالية من شرق المغرب إلى جنوبه، من وسطه إلى شماله فغربه، ولكن هذا ما حدث. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، لكم أجمل تحية أينما كنتم، إلى اللقاء. عندما ندرك أن العالم يسير بسرعة كبيرة